أهم حاجة إن إحنا نحترم اللي أكبر مننا. ليه الموضوع ده مهم؟ عشان خاطر إحنا برضه هنكبر في السن أكيد يعني، مش هنفضل شكلنا كده على طول صغنن. فلما نكبر في السن نلاقي اللي يحترمنا، ما نتعبش بعض. يعني نفسي برضه إن إحنا يكون عندنا فكرة إن إحنا ما نتعبش بعض نفسيًا يا جماعة، لإن إحنا والله نفسي يبقى في محكمة بجد للتعب النفسي. يعني أنتِ مثلًا لو موظفة، أنتِ كام واحد بتجيبي له ضغط وسُكّر مثلًا، لو أنت مثلًا كلمت حد كبير في السن في الشارع بأسلوب مش حلو، ضغطه هيعلى ويتنرفز، فأنت هتوقّعه من طوله. أذيتِ صاحبتِك فنامت معيّطة ومقهورة منِّك، فده أذى. كسرت قلب بنت، مش شرط يكون اعتداء، بس أنا باتكلم على كسر قلب، ده جريمة لوحدها يعني. وعدتها أو حتى بصّيت لها، قعدت تدّيها بصّات كتيرة كده فافتكرتك بتحبها، فأنت بعد كده قُلت أنتِ متهيأ لِك أو اتسحبتِ كده كأن ما فيش حاجة حصلت. فأنت نخلّي بالنا يا جماعة من إن إحنا على قلوب بعض وعلى نفسية بعض، إن الله أكبر. النفسية لمّا بتتعب اللي قدّامك بيمرض، ييجي له سُكّر، ييجي له ضغط، يتعقّد، حياته كلّها تبوظ. ف فنراعي نراعي نفسية بعض، نراعي نفسية بعض، ونراعي إن إحنا ما نغضبش بعض، أو ما نخلّيش اللي قدّامنا ده عشان أنا انتصر لكلامي أخلّي اللي قدّامي يتعصب، ممكن يقع من طوله. نخاف على بعض شوية، ممكن يقع من طوله بسبب إن أنا وهو متعصب. ف فلازم أفرّق بين أنا عشان أكون شخص قوي وإن أنا شخص معتدي، ده كده اعتداء على فكرة، اعتداء نفسي. يعني يا ريت والله الموضوع ده لو ينفع يتم إثباته في المحكمة، إن أنت كسرت قلبي أو وعدتني، أو أنت يعني قعدتِ تستفزيني أوي ببرودِك، لو موظفة مثلًا أو أي واحدة في الreception أيًا كان يعني، أيًا كان. استفزتيني أوي ببرودِك وأنا مستعجلة، فأنا تعبت ووتّرتيني وضيّعتِ لي يومي وأعصابي تعبت يعني بوّظتِ لي الدنيا يعني. وأنتِ بتستبردي عليَّ. ففي أحيانًا ناس ما بتقصدش، وفي ناس برضه بيبقى عندها لا مبالاة إن اللي قدامها ده يتعب أو ما يتعبش. ما ده برضه نفس الذنب يعني. أنت برضه عن مع مع يعني تعبت اللي قدامك فعلًا، أو ما عندكش مشكلة اللي قدامك يتعب أو يقع من طوله والّا لأ، وتقول له على كده أصل أنا ما اقصدش، هي على فكرة نفس النتيجة. يعني لا مبالاتك من اللي قدامك أصلًا يحصل له أي حاجة، أي مشكلة، ده في حد ذاته جريمة يعني. وطبعًا الأسوأ إنه يكون قاصد كده. بس برضه ده اللي هو اللي ما بيبقاش قاصد، أو بيبقى اللي هو مع مستهتر، مستهتر ده الموضوع مش استهتار، أنت ممكن تموت اللي قدامك وأنت بتستبرد عليه. أنت ممكن تموت اللي قدامك حرفيًا وأنت بتستبرد عليه، أو بتحرق له دمه، أو أنت بتوعدها زي ما أنا لسه قايلة يعني. بتوعدها كده، أو بتقعد تسلي وقتك وتقعد تبُص لها كده، وبعد كده تطلع بتتسلى. فما نعملش كده في بعض عشان ربنا موجود. يعني نعامل بعض زي ما إحنا بنحب نتعامل، يعني عشان خاطر بس ما حدش يتلخبط في الموضوع ده. يعني نعامل بعض زي ما أنت بتحب تتعامل، بتحب اللي قدامك يعاملك، عامل اللي قدامك. سهلة، يعني مش ما فيهاش ذكاء. آمم، وبرضه أنا في حاجة مش قادرة أفهمها، يعني أنا مش قادرة أفهم ليه دايمًا